مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. أنا فاتح الفيديو ده والفيديو بكل ما فيه هنزله، حتى مش همنتج الفيديو باختصار شديد. إيه، زي ما أنا عملت فيديوهات فلسفة من الكهربائية، الفيديو ده اعتبره فلسفة ميكانيكية. العربية اللي قدامك دي ان 300 شيفروليه ان 300. معروف الشيفروليه الان 300 اصحابه بيكونوا جايبينه عشان خاطر ياكلوا منه عيش. تمنايه ان 300 الواحد بيجيبها عشان ياكل من وراها عيش. تمام، يعني ايا كان، ممكن يكون متسلف حقها، ممكن يكون بايع ذهب المدام عشان يلاقي له لقمه عيش. مثلا المجال بتاعه اتسد، فحب ياكل لقمه عيش من ورا العربيات، ايا كان، مدارس، شركات. المهم، العربية دي جاتني فيها خلطة مية على زيت، ضربة جوان وش سلندر، فبالتالي بحل وش السلندر عادي يعني. فمن الطبيعي ان انا بحل عمودين الكامة عشان خاطر احل ال10 مسامير اللي تحت العمودين. تمام، احل الكراسي كلها الباشا اللي مقفل، بدل ما يعمل سن ويغرم صاحب العربية قواعد جديدة، سن جديد، لا. او ممكن الباشا ما خدش باله، هو بعد ما قفل وش السلندر لقي موضوع السن بتاع المسامير بايظ، فحب يعمل اي فلسفة بحيث يطلع من الموضوع. عمل ايه الباشا؟ الاول هنور مع بعض نشوف الاسنان من جوه عامله ازاي. واخد بالك السن اهو، شوف السن عامل ازاي. هعمل لك زوم، معلش استحملني في الفيديو ده بكل زواياه اهو. انا عايز اثبت لك الشغل رايح فين وجاي من فين. بص السن عامل ازاي، مطحون، سن مطحون. بص السن عامل ازاي، السن مطحون. طيب الباشا عمل ايه عشان خاطر يمشي الليله بعد ما اتزنق؟ بص معايا، بيربط الكرسي وبيحط مع المسمار. شوف يا باشا، دي سلكة رباط، سلك مسلح اللي بيربط بيه الصبة. بص يا باشا، ده كله انا مطلعه من السنان. وعلى فكرة، يا ريت بعد ما اتصرف بالطريقة دي كانت رابطة بالعكس. بص عامل يعتبر المسمار عامل سن في السلكاية اهو. ده كله سلك رباط انا مطلعه من القواعد. يعمل ايه معايا ده؟ يخلي العربية تعمل صوت تكتكة في اتجاهات، يخلي العربية ترزع معايا في اتجاهات، صوت طقطقة جامد. وعلى فكرة لما تكون الكامة مهوية وشغالة ترزع رزع في الصباب، لابد مخلفات الترزيع ده ان طبق الصباب قدام هتلاقيه معدوم، هتلاقي الصباب، طبق الصباب غاطس. ليه؟ لان ما كانش شغال اشواط، ده كان شغال هبد، بيهبد هبد. تمام، انا حبيت اوريكم بس الشغل بتاع الميكانيكيه. يعني حرام بعزي كل الناس، بعزي اهالي الناس اللي هي توفت في الحادث الأليم بتاع ميكروباص أسيوط. ربنا يرحمهم. يعني معلش،
اي صنايعي يا ريت يا ريت يا ريت تراعي ضميرك في اللي انت بتعمله. يعني الموضوع ده اخره يوم ما هيعمل مصيبه سوداء، المصيبه السوداء كلها هتقع على المكنه، هتبوظ المكنه وتبهدل المكنه. لكن نتخيل ان اللي بيتفلسف ده هي نفس الفلسفه بعينها، في اكس من الاكوسه، في سره من السرر، في فرامل، في كردان. معلش، انا البني ادم اللي عامل ده كله انا ما اثقش فيه يشتغل صبي مش ميكانيكي. يا اخوانا يا اخوانا، دي مش عربيه كارو، دي عربيه باربع عجلات، بتمشي 120 و180، يعني اي غلطه فيها بارواح ناس. حرام. بناشد كل ميكانيكي من قناتي، اتقي ربنا في الناس اللي انت شغال في عربياتها. مش هقول اكتر من كده.